اعمل ايه الفتره اللي جايه؟ الفتره اللي جايه يا قلبي اياك ثم اياك ثم اياك ثم اياك تراكم. انت جربت المراكمه، انت جربت تراكم، وضعك ايه؟ حاسس بايه؟ حاسس بايه؟ لو يرجع بيك الزمن تراكم اقسم بالله لا، لو يرجع بيك الزمن تتدلع والله لا. طب ما انت معاك لسه يا قلبي نص السنه، ما نص السنه اللي جاي تلتزم فيه كويس. قلبي طول ما انت فيك نفس تقدر تبدا من جديد، طول ما انت عايش تقدر تبدا من جديد. ربنا سبحانه وتعالى فاتح باب التوبه لحد اخر نفس في حياتك، فما بالك بقى بباب الرجوع، انك ترجع تبقى كويس تاني، او ترجع تجتهد تاني، او ترجع تبقى شاطر تاني. انا عارف ان الترم الاولاني حصل حاجات معاك كتير جدا ما كنتش انت هتحبها، اخفاقات بقى وفشل ودرجات مش كويسة وحاجات بتحصل لك مش عارف سببها ايه، وشوامل حطت عليك وتراكمات بهدلتك، ولكن نقطة من اول السطر. حرفيا يا جماعة نقطة ومن أول السطر. إحنا في بداية ترم تاني، يعني إحنا هنبدأ مناعة إن شاء الله، ثم بيولوجيا، ثم مراجعات، ماشي، ومعانا الصخور. فحرفيا إحنا اشتغلنا وعملنا معسكر، وحضرتك ذاكرت الحمد لله. يعني 90% منكم يا جماعة خلص التراكمات اللي عليه بعد الأجازة. أنت أكيد خلصت، يعني لو أنت ما خلصتش خلص عادي جدا ولا أي مشكلة، بس معظم الناس الحمد لله خلصت، ماشي. يمكن حتى الناس مش كلها دخلت الامتحان، دي حاجة زعلتني شوية، بس أنا يعني خلاص عذركم لأنكم عندكم معسكرات عربي وانجليزي وفيزياء وكيمياء واحياء، فكله ضغط عليك مره واحده، ما بقتش قادر، يعني خلاص انت قربت تنفجر من كتر الضغط. فقلت خلاص يعني الله يكون في عونهم، الناس مضغوطه فلازم نعذرهم كده. المهم، ولكن مش ده موضوعي انك يا قلبي تقدر تبدا من جديد. انت مهما كنت عكيت الفتره اللي فاتت تقدر تبدا من جديد، تقدر تنتظم من جديد. اطوي صفحه الترم الاول تماما، اقفلها خالص بحلوها بمرها، اقفلها تماما. خلصنا الترم الاول، رجعنا عليه، امتحنا عليه، انت بتبدا منها. طيب دكتور انا لسه عندي تراكمات في اللي فات، مش مشكله، خليها بعد المعسكر والشامل والاجازه ما خلصت، ما ترجعش للي فات، سيبه بقى. نلمه امتى؟ في المراجعات. لميته مع نفسك كان به، طب ما لميتوش مع نفسك يبقى اتلم ان شاء الله في المراجعات. خلاص النهائيه. اعمل ايه الفتره اللي جايه؟ الفتره اللي جايه يا قلبي اياك ثم اياك ثم اياك ثم اياك تراكم. انت جربت المراكمه، انت جربت تراكم، وضعك ايه؟ حاسس بايه؟ حاسس بايه؟ لو يرجع بيك الزمن تراكم اقسم بالله لا، لو يرجع بيك الزمن تتدلع والله لا. طب ما انت معاك لسه يا قلبي نص السنه، ما نص السنه اللي جاي تلتزم فيه كويس، تذاكر المناعه اول باول، تذاكر البيولوجيا اول باول، تخلص محاضراتك كل يوم. عندك محاضره احياء الاربع، تخلص الاربع كلها. هتيجي على نفسك شويه، تخلص مثلا في 15 ساعه، عارف شرح بحل، عارف، بس خلصت. هتنام بالليل شبعان ونفسيتك مرتاحه وضميرك زي العسل. خلص اول باول، ما تراكمش تاني. تاني حاجه عشان خاطر يا قلبي استعين على قضاء حوائجك بالكتمان. يا جماعه الخير انتوا جربتوا كتير، اي حاجه قلبي بتتكلم عنها بتبوظ. يا جماعه ما نقعدش نحكي كتير، ما تبقاش ثرثار، اكتم، اسكت، استمع بس. ثالث حاجه، لو لسه في حياتك حد بيديلك افكار سلبيه، افكار مش كويسه، عشان خاطري تخلص منه. يا جماعه ما حدش يخاف على شكله قدام الناس، ما حدش يفكر هو انا لو سبتهم هيبقوا شايفيني ازاي ولا باصين لي ازاي. مش مهم يا قلبي، مش مهم الناس تبص لك ازاي، المهم انت نفسك تحترم نفسك. واستغنى بالله يا اخي، استعين بالله واستغنى بالله. انا مع ربنا سبحانه وتعالى، انا بصلي صلواتي، بقرا اذكار الصباح، بقرا الورد بتاعي من القران، انا منتظم في الصلاه، ما فيش غيبه، ما فيش نميمه، بصحى بدري، مش مصاحب حد وحش، مش بشوف حاجات مش كويسه. انا خلاص انا مع ربنا سبحانه وتعالى، في حبل بيني وبين السماء، انا مطمن جدا. عايزك توصل للحته دي عشان خاطري، والله يا جماعه لو وصلتوا لها هترتاحوا بشكل مش طبيعي. استغنى بالله، استعين بالله، انسى كل الناس ولا يهزك خالص. انا بقول لك اهو، اوعى تعلق قلبك بيا، حبني بس ما تعلقش قلبك بيا. انا محمد انا القدوه اهو، انا مش قدوه ولا حاجه، بس لو انت شايفني كده اوعى تعلق قلبك بيا. لو انت علقت قلبك بيا هخذلك والله العظيم. الذي لا يخذلك ابدا الله سبحانه وتعالى، ربنا ربك اللي خلقك، احن عليك من احن حد انت شايفه، ولله المثل الاعلى. فيا جماعه نستعين بالله ونشتغل وربنا يكرمنا ان شاء الله، ونجتهد، ما نراكمش الترم الثاني يا جماعه الخير، ونذاكر محاضراتنا اول باول، ونبعد عن الناس اللي مش كويسه، نبطل معاصي، نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، عشان باذن الله شباب ربنا يكرمنا. ويا جماعه الخير الدعوات، قلبي انت لو بتذاكر بالليل مثلا والساعه بتيجي عليك 12 واحده بالليل، اوعى تفوت قيام الليل، اوعى. الله سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا ويقول سبحانه وتعالى هل من داع فاستجيب له. انت عايز اكتر من كده ايه؟ يعني انت تخيل نفسك ولله المثل الاعلى في الدنيا، اكتر حد انت يعني متعشم فيه في حياتك جالك كده قال لك يا محمد، يا احمد، يا ندى، يا نهال، يا فلانه، يا هايدي، يا اسماء، نفسك في ايه؟ قول اي حاجه نفسك فيها اعملها لك. تقول له نفسي في كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك خلاص اعتبرهم عندك. هتبقى حاسس بايه؟ تبقى طاير من السعاده. الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى ينزل الى السماء الدنيا هل من داع فاستجيب له. هل من داع، حد عاوز حاجه،
ايوه، ادعي ربنا بالليل وانت عندك يقين بالاجابه، هينفذ لك ان شاء الله، يقين بالاجابه. طب ما تنفذش، ده الحلو، ده القدر ليك. دعوتك دي قاعده ان شاء الله يوم القيامه، دعوتك دي ان شاء الله كليه كويسه، دعوتك دي ان شاء الله زوج صالح، دعواتكم دي ان شاء الله فلوس ورزق في المستقبل، دعواتكم باذن الله جبال من الحسنات يوم القيامه. ادعي، اياك ثم اياك، ما تدعيش، ادعي، قرب من ربنا. والله العظيم يا جماعه الاحلام تحقق في القرب من ربنا سبحانه وتعالى، اقسم بالله. ويشهد الله سبحانه وتعالى ان انا ما دعيت دعوه الحمد لله في حياتي يا جماعه ولا حلم حلمت بيه ودعيت بيه ربنا سبحانه وتعالى الا وتحقق. ليه؟ في يقين هنا، في صدر كده منشرح الحمد لله بفضل الله. فانا عايزك توصل هنا يا قلبي. خلاص بس كده، وربنا يا رب يوفقكم ويكرمكم ويحقق لكم ان شاء الله كل ما تتمنوا، وانا اكيد بحبكم في الله. اتفضل يا قلبي كمل. هتقولي الخيابه بتاعت الثانويه العامه دي يا جو، انت اللي بتقول الكلام ده؟ انا عارف والله ان ممكن الفتره دي تكون انتوا قلقانين شويه او شويتين، تعبانين شويه او شويتين، بس والله انا لو خدتك انت او انتي خدتكم كده اهو واديتكم في مكان تاني خالص بعيد عن البيئه اللي انت فيها وبعيد عن انت ثانويه عامه او انت ثانويه عامه السنه دي، هتلاقي نفسك انا كنت كسلان فجاه انا بقيت نشيط ومزاجي رايق وعايز اكسر الدنيا، ده انا دلوقتي متضايق وبجر في رجلي ومش عارف ايه. الفكره كلها في احساس الضغط اللي انت فيه، مش في صعوبه المواد. عايز تقول ايه؟ ان الثانويه العامه تافهه وسهله وكماده يعني او مذاكره وكجو عام وكضغط؟ لا مش بقول كده، مش بتفه منها، ولكن عايز اقول لحضرتك وحضرتك ان 80% من ضغطك في الثانويه هو عشان بس قلقان من المجموع ومن اللي حواليك، وذاكر يا ابني ذاكر يا بنتي، اصل انا كنت مراكم شويه، هل هحل في المراجعات؟ طب لو ولو دي اصلا مدخل من مداخل الشيطان، وهو شغلته انه يوترك ويقلقك من امبارح، من الحاجات اللي انت عملتها امبارح وقصرت فيها، ومن بكره مش هتظبط، مش هتبقى حلوه، مش هتلحق. هو شغلته كده. فانت لو مدرك ومدركه ان شغلته كده، ومدرك ومدركه ان هو قاعد لك وقاعد لك بس، وعندك حسن ظن في ربنا ان هو اللي نجاك طول السنين اللي فاتت من عمرك مش هيسيبك في اللي جاي من عمرك، انت وهي برضه هتلاقي نفسك الى حد ما بقى فيها شويه طمانينه، وده المطلوب. خلاصه الكلام، كلامي من حب ليكم، خلاصه الكلام ما تكبروش الدنيا، خلاصه الكلام ما تسيبش الشيطان يسوقك انت وهي، خلاصه الكلام ما تسيبش الشيطان يسيبك بالهلع انت وهي. ده يعني انت ملايين الناس طلعت من الثانويه العامه قبل كده، وملايين الناس جايه بعدك انت وهي هيطلعوا من الثانويه العامه. انت مش بتعمل حاجه يعني خارقه للطبيعه ولا حاجه لا قدر الله يعني حياه او موت ولا جنه ونار. خد الموضوع ابسط من كده واديله حقه برضه، ما تكسلش، بس ادي ما عليك ولا عليك. انت مسؤول عن السعي مش مسؤول عن النتيجه، دايما بقول لك كده، النتيجه والمجموع بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وما توفيق الا بالله. طب انت مسؤول عن ايه قدام نفسك وقدام اهلك وقدام اللي حواليك وقدام ربك؟ لان دي مسؤوليتك وشغلك دلوقتي، ان انا اسعى واعمل اللي عليا، اجيب اخري، اخرج اخر السنه ليس في الامكان ابدع من مكان. عارف صاحبك اللي دايما بيتكلم عن اهدافه، هيعمل كذا، هيبقى كذا، هيبدأ المشروع الفلاني، وبعد اسابيع شهور وساعات سنين تلاقيه في نفس المكان. ده بسبب حاجة اسمها دوبامين توك. ببساطة كل ما بتتكلم عن اهدافك قدام حد، مخك بيديك احساس مؤقت بالانجاز كأنك حققت فعلا. وده خطير جدا، لان بدل ما تاخد الاحساس ده من الشغل الحقيقي، من التعب او من التنفيذ، بتاخده من الكلام. وفي الاخر الكلام مجرد كلام، مش فعل، مش خطوة، مش نتيجة. ايوه الاحساس حلو انك تحكي عن خططك، خصوصا لو واثق انك هتنجح، بس صدقني اقفل على هدفك، اشتغل في هدوء وخلي نتائجك هي اللي تتكلم.